مساء الخير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 10 كونسبت 1 lessons 1 to 5. لو اول مره تشوفنا اشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب، اشترك معنا في جروبنا على التليجرام وجروبنا على الواتساب، هتلاقي اللينكس بتاعتهم موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نبدا. يونت 10 هنا بيتكلم عن البرنسبلز بتاعت الجيومتري او البدايات بتاعت الجيومتري. فهنفتكر مع بعض الباريلل لاينز. الباريلل لاينز اللي هي دي اللي هو اللاين ده واللاين ده كده، دول اسمهم باريلل لاينز. دول مش بيتقابلوا خالص، تمام؟ عاملين زي ايه؟ زي اسطول الكراسه بتاعتنا، او زي قضبان القطر. لو احنا عارفين قضبان القطر، برضو مش بيتقابلوا خالص. يعني ما ينفعش يدخلوا في بعض، ما ينفعش يتقابلوا، تمام؟ عشان كده بنقول عليهم باريلل لاينز. وفي نوع تاني هنا كده من اللاينز اسمه بيربنديكولار لاينز، زي دي كده. لما بيكون ده وده كده نازلين على بعض بالطريقه دي وبالشكل ده، ده بنقول عليهم perpendicular lines. perpendicular lines يعني بيكونوا عاملين زاويه right angle. right angle يعني كده، تمام؟ اللي هي دي والناحيه التانية زيها برضو right angle، تمام؟ نوع تاني كمان اللي هو intersecting lines، اللي هما بيكونوا هما الاتنين متقاطعين كده، او في بوينت بينهم اهي، دي اللي هي ايه، هما الاتنين intersecting فيها، تمام؟ تعال بقى نشوف كمان انواع الانجلز. هنا عندنا انواع الانجلز اللي هي الرايت انجل، اللي هي زي ما شايفينها دي قدامنا، اللي هي دي اول واحده، والاكيوت انجل دي، والاوبتيوز دي، تمام؟ الرايت انجل دي بتيكوال 90. يعني هنا، يعني لو قست اللي هي الانجل دي كده، دي كده من هنا لهنا، دي هلاقيها 90 ديجري، تمام؟ ايه الديجري دي؟ الديجري دي احنا عندنا عارفين البروتراكتور اللي هي بتبقى عامله كده، وبعد كده عامله كده دي، وبيبقى فيها نمبرز هنا من الزيرو، وهنا زيرو، وهنا 90، وهنا 180، تمام؟ اللي هي المنقله، تمام؟ المنقله بتاعتنا دي لو قسنا بيها الرايت انجل دي هنلاقيها 90 ديجري، تمام؟ اللي احنا بنقيسه من هنا ده لغايه هنا ده اسمه ديجري. اكتبه كده زي او صغيره خالص تبقى موجوده فوق النمبر، تمام؟ طيب، والاكيوت دي، الاكيوت دي اقل من مين؟ اقل من 90، تمام؟ يعني اي حاجه اقل من ال 90 بنقول عليها acute angle. ولو قست الانجل دي بين دي ودي هلاقيها greater than ال 90، يعني اكبر من 90، تمام؟ يعني معروف جدا، معروف خالص ان ال 90 هنا لغايه هنا كده، يبقى الاكيوت بص كده، ال 90 كده، يبقى الاكيوت اقل منها، تمام؟ والاوبتيوز لو اكتر من كده، اكتر من 90، يعني 90 هنا كده، تمام؟ دي اكتر منها يبقى بنسميها ايه؟ اوبتيوز انجل، تمام؟ مهمين خالص الانجلز دول، لازم نبقى حافظينهم كويس، الرايت والاكيوت والاوبتيوز، عشان ناخد عليهم انواع التريانجلز بعد كده. بعد كده عندنا البوليجون. عارفين البوليجون؟ هو اي سايدس مع بعض متجمعين مع بعض وبيقفلوا شكل معين. يعني مثلا زي الشكل اللي قدامنا ده كده اسمه بوليجون. وبرده تريانجل، يعتبر التريانجل هنا يعتبر شكل من اشكال البوليجون، بس بيتكون من كام؟ من 3 سايد بس. هنا تريانجل اهو بيتكون من كام؟ من 3 سايدز. يعني اقدر اقول ان التريانجل is a polygon with كام؟ with 3 sides، تمام؟ طيب لو كان اكتر من 3، يعني 4 زي ريكتانجل مثلا كده، او زي الترابيزيوم ده اللي قدامنا، بنقول عليه كوادريلاترال. يعني كام؟ يعني في 4 سايدز، تمام؟ يعني التريانجل هنا فيه كام؟ 3 سايدز. لو بقيوا 4 يبقى ده اسمه كوادريلاترال. كوادريلاترال، تمام؟ هنا عندنا كمان مين؟ ده الشكل ده نبقى عارفينه اسمه باراليلوجرام ده، تمام؟ باراليلوجرام بيبقى ده وده كده باراليل مع بعض، وايكوال برضو، باراليل وايكوال، وده وده بيكونوا مع بعض باراليل وايه؟ وايكوال. ده بنقول عليه باراليلوجرام، تمام؟ الشكل ده هناخده بالتفصيل بعد كده، مش دلوقتي.
بعد كده في البنتاجون. البنتاجون هنا بيتكون من 5 سايدز، يعني بوليجون بس في كام؟ في 5 سايدز. طيب لو 6 سايدز بنقول عليه هيكساجون، بنقول عليه هيكساجون. يبقى عندنا البوليجون هو شكل عام كده، شوية سايدز متجمعين مع بعض. لو كانوا 3 بنقول عليه تريانجل، لو كانوا 4 بنقول عليه كوادريلاترال، لو كانوا 5 بنقول عليه بنتاجون، لو كانوا 6 بنقول عليه هيكساجون. تمام. واخدنا الباراليلوجرام يعني على اساس انه شكل من اشكال الكوادريلاترال. هنا بيقول لي ان quadrilateral is a polygon with 4 sides. يعني quadrilateral هو البوليجون اللي فيه كام؟ اللي فيه 5، اللي فيه 4 sides. تمام. طيب لو شفنا هنا السكوير ده، السكوير ده نقدر نقول عليه انه quadrilateral. ليه؟ لانه فيه 4 sides. البروبرتيز بتاعته فيها شوية حاجات، ان all sides have the same length. يعني كل السايدز بتاعته لها نفس اللينس، كلهم equal. يعني ده، يعني السايد ده بيكوال السايد ده، بيكوال السايد ده، بيكوال السايد ده، كلهم ايكوال. the four angles برضو are right. يعني الانجلز كلهم رايت. يعني بص كده، لو بصينا على الانجلز بتاعته هنلاقي ان دي رايت ودي رايت ودي رايت ودي رايت. يعني كلهم كام؟ كلهم 90. عشان كده بنقول عليه ايه؟ سكوير. تمام. شوف اللي بعده، الريكتانجل. الريكتانجل طبعا اخدناه قبل كده كتير. the opposite sides are parallel. يعني كل opposite sides، opposite يعني قصاد بعض، يعني زي مين؟ زي ده وزي ده كده. تمام. دول يعتبروا opposite sides. ماشي. مالهم بقى؟ are parallel. يعني ايه؟ يعني هما الاتنين parallel، يعني زي ما احنا قلنا مش بيتقاطعوا خالص، مش بيتقابلوا. تمام. and have the same length. يعني ليهم نفس اللينس، دي ودي equal مع بعض نفس اللينس. برضو لو شفنا دي ودي كده، دول opposite sides وبرضو parallel وبرضو have the same length، يعني هما الاتنين equal. تمام. والريكتانجل برضو the four angles are right. يعني كل الانجلز بتاعته يعتبر right. تمام. يعني كلهم 90. نشوف كمان عندنا هنا الباراليلوجرام اللي اخدناه من شوية. برضو الباراليلوجرام it has two pairs of parallel sides. يعني عنده جزئين من الباراليل لاينز، من الباراليل سايدز. يعني عندنا ده باراليل مع ده وده باراليل مع ده، فعشان كده بنقول عليه باراليلوجرام. تمام. عندنا كمان الرومبس it has two pairs of parallel sides. يعني برضو عنده ال two opposite sides. يعني هنا مثلا وده يعتبروا باراليل وده باراليل، عشان كده بنقول عليهم two pairs. ماشي. وباراليل sides two acute. يعني وعنده كمان two acute and two obtuse angles. يعني عندنا الانجل دي والانجل دي يعتبروا acute. يعني ايه acute angles؟ يعني اقل من 90. وعندنا مين تاني كمان؟ عندنا دي ودي يعتبروا ايه؟ obtuse angles. تمام. يعني عندنا two acute angles و two obtuse angles. اخر حاجه برضو it has four congruent sides. يعني السايدز بتاعته كلها equal. يعني السايد ده بيكوال السايد ده، بيكوال السايد ده، بيكوال السايد ده. تمام. طيب اخر حاجه هناخدها هنا الترابيزيوم او الترابيزويد. ماشي. ترابيزيوم او الترابيزويد ده كل اللي نعرفه عنه انه it has only one pair of parallel sides. يعني عندنا هنا ايه؟ بص كده، عندنا ده وده parallel بس، ده وده مش parallel. عشان كده بنقول عندنا one pair of parallel sides. تمام. نتكلم بقى عن التريانجلز اللي هو الليسون التاني. التريانجل is a polygon with three sides. زي ما قلنا قبل كده ان التريانجل هو بوليجون عادي بس فيه 3 sides بس. تمام. هناخد بقى التريانجلز دي according the lenses of their sides. يعني لو التريانجلز دي هنصنفها كده او هنعملها كلاسيفاي. كلمة كلاسيفاي يعني يصنف.
بيقول لي you can classify triangles by the lenses of their sides، يعني تقدر تصنف الترينجلز تعمل لهم classification بالنسبة لللينسز of their sides. ده اسمه side وده اسمه side وده اسمه side. تمام. طيب امال ايه الانجلز؟ تعال نشوفهم. الانجلز اللي هي دي كده والانجل دي ودي، تمام، دول اسمهم انجلز. تمام. عشان كده عشان بس نبقى عارفين وواضحين كده من الاول، الانجلز هي دي دي ودي ودي، والسايدس اللي هما ده وده وده. تمام. طيب هو بيقول لي بالنسبه للسايدس اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للتريانجلز ازاي؟ اول نوع عندي هنا الايكويلاترال تريانجل، اللي هو ده. التريانجل ده كل السايدس بتاعته ايكوال، فعشان كده بنقول عليه ايكويلاترال. ايكوي زي جاي من كلمه ايكوال كده. تمام. ايكويلاترال تريانجل يعني ايكويلاترال يعني ايكوال، يعني كل السايدس بتاعته ايكوال، كلهم ايكوال زي ما احنا شايفين هنا 4 و4 و4. تمام. طيب عندنا ايه تاني كمان؟ عندنا هنا ايسوسيلس تريانجل. ايسوسيلس الكلمه دي معناها ان عندي تو سايد بس هما الايكوال، يعني هنا مثلا 6 وهنا 6، بس التالتة كام؟ التالتة 4 مختلفة عنهم. يبقى لما الاقي 2 بس ايكوال يبقى اسمه ايسوسيلس تريانجل. تمام. لكن لو لقيت التلاتة ايكوال يبقى اسمه ايكويلاترال تريانجل. اخر حاجة عندنا هو السكالين تريانجل. السكالين تريانجل يعني كل السايدز بتاعته مختلفة، زي ما احنا شايفين، واحدة 3 وواحدة 5 وواحدة 7 كلهم مختلفين، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه سكالين تريانجل. تمام. طبعا ده مهم جدا الكلام ده، عايزين نفهمه كويس ونذاكره كويس ونحفظه كمان. تمام. طيب عندنا ايه تاني كمان؟ عندنا لو هنعمل كلاسيفيكيشن according الميجرز، يعني الميجرز يعني القياس of their angles، يعني للانجلز بتاعتنا، الانجلز اللي قلنا عليها فاكرينها هنشوفها دلوقتي. هنا بيقول لي اول نوع عندي هو الرايت انجل تريانجل، يعني التريانجل اللي فيه انجل، اكبر انجل هي كام؟ هي 90 اللي هي دي. تمام. لو لقيت فيه واحده 90 يبقى ده خلاص رايت انجل تريانجل. طيب لو لقيت اكبر واحده، انا ببص على اكبر واحده بس. تمام. يعني اكبر واحده هنا كام؟ 70. هنا 70، فال70 دي اكيوت، فبنقول عليها acute angled triangle. acute angled triangle يعني الانجل، يعني التريانجل ده كل الانجلز بتاعته acute. تمام. اخر حاجه عندنا الاوبتيوز انجلد تريانجل، اللي هو التريانجل اللي فيه واحده اوبتيوز. يعني بص اكبر واحده هنا الاقيها كام؟ الاقيها 120. 120 يبقى ده اوبتيوز انجلد تريانجل، يعني تريانجل جواه واحده اوبتيوز. تمام. يبقى بسرعه كده عندنا في الانواع بالنسبه للميجرز رايت انجل تريانجل واكيوت انجل تريانجل واوبتيوز انجل تريانجل. تمام. بيقول لي determine the type of each of the following triangles given the measures of their angles، يعني حدد لي النوع بتاع التريانجلز دي وانا مديك الميجرز بتاعت الانجلز. تمام. تعال نشوف هنا اول واحد. بيقول لي measure of angle E 30 و F 90 وهنا كام؟ 60. ده يبقى نوعه ايه؟ تمام. هنا كده خلي بالك هو عايز النوع بالنسبة للانجلز. تمام. طيب طبعا انا هشوف اكبر واحدة زي ما قلنا دي كام؟ 90 اللي هي الاف 90، يبقى ده اسمه رايت. رايت ممكن اكتب ار كده، ماشي، وانت عارف بقى انها رايت يعني كام؟ يعني ار اي جي اتش تي. تمام. نمبر بي هنا هشوف اكبر واحدة عندي، اكبر واحدة هنا اللي هي 110، ده اسمه obtuse angled triangle. تمام. obtuse. ماشي. سي عندي 51 وعندي 67 و 62. طبعا هنا اكبر واحده كام؟ اكبر واحده 67 الكبيره، يبقى ده اكيوت، يبقى ده اكيوت انجل تريانجل. تمام. اللي بعده دي 32 و 58 و 90، في 90، يبقى ده كام؟ يبقى ده رايت. ماشي. بعد كده نمبر اي عندي 46 و 38 و 96. ال 96 دي اكبر من 90 تبقى اوبتيوز. ماشي. تمام. بعد كده عندي الاف، عندي هنا
2 ايكوال يعني اتش بتيكوال بي بتيكوال 70 واحده 40. ده ايسوسيلس، بس ايسوسيلس دي بالنسبه للسايدز تمام، لكن هنا بالنسبه للانجلز يعتبر هبص الاكبر واحده ليها 70 يبقى ده اكيوت تمام. هنا measure of angle A بتيكوال measure of angle B equal 45 و C is right. هو صراحة بقى بيقول لي إن C is right angle يعني 90، يبقى دي نقول عليها إيه؟ right angled triangle تمام. برضو هنا سؤال تاني choose بيقول لي choose the correct answer if the side number 1 بيقول لي if the side lenses of a triangle are different. يعني لو السايد lenses of the triangle are different يعني لو السايدز مختلفين then the triangle is called مختلفين يبقى نقول عليه سكالين تمام. دي اخدناها. number 2 the triangle whose side lenses are 7 and 4 7 4 and 7 is called طبعا هنا عندي 7 وعندي هنا 7 كمان، يبقى ده ايه؟ يبقى ده عندي 2 equal مع بعض، يبقى ده isosceles تمام. number 3 بيقول the triangle whose side lenses are 8 سنتيمتر و6 سنتيمتر and نقط سنتيمتر is called scalene. scalene يعني كلهم ايه؟ كلهم مختلفين. يعني دي واحدة 8 وواحدة 6، يبقى التانية لا تكون 8 ولا تكون 6، يبقى ال 8 هنا غلط وال 6 هنا غلط يبقى 7 تمام. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. بيقول لي 50 و70 و60 are the measures of the angles of نقط triangle. يعني اللي فيه 50 و70 و60 ده يعتبر ايه؟ obtuse ولا right ولا acute؟ هنا ابص على اكبر واحده الاقيها كام؟ الاقيها 70 تمام، يبقى 70 دي acute. acute يبقى نمبر سي هنا an acute angle. نمبر 5 بيقول لي the triangle whose side lenses are نقط is an equilateral triangle. equilateral يعني ايه؟ equilateral يعني كلهم equal. كلهم equal هبص الاقي هي نمبر بي بالظبط كده. نمبر بي هي ال 5 و5 و5، يبقى هي دي الايه؟ الايكويلاترال تريانجل. ده بقى الليسون اللي هو 3 و4 و5 مع بعض. بيقول لي count the unit tiles to determine the area of the opposite rectangle. يعني تعال نعد هنا اليونت تايلز عشان نحسب الاريا بتاعت الاوبوزيت ريكتانجل. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما نحل ده. لو احنا خدنا قبل كده في جريد 3 ان الاريا هي عدد التايلز اللي جوه الشكل. يعني انا لو عايز اجيب الاريا بتاعت الشكل ده هعد التايلز اللي جواه تمام. التايلز اللي هي السكويرز الصغيره دي تمام، يعني اللي هي دي 1 2 3 4 5 6، بعد كده اكمل. بس انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي، دول 6 ودول كام؟ يعني دول 6 كده، هنا 6 تمام اللي هو الهوريزونتال. طب لو حبيت اشوف الفيرتيكال بقى اللي هم دول كده، دول 1 2 3 4، يبقى دول 4. ممكن اعمل 6 تايمز مع ال 4، 6 تايمز مع ال 4 ايكوال 24 صح كده. وممكن برضو اعدهم، لو عديتهم هنا هلاقيهم كام؟ هلاقيهم 24 تمام. بالمناسبه ال 24 دي هي الاريا بتاعت الريكتانجل اللي قدامي تمام. يعني اقدر اقول ان الاريا بتاعت الريكتانجل ده بتيكوال 24 تمام. تعال نشوفها هنا كده. هنا بيقول لي the number of unit tiles equal the area of the rectangle equal 24 tiles او square units تمام. طبعا دي خلاص احنا فهمناها، موضوع سهل خالص وبسيط. بيقول لي draw a rectangle with an area 12 square units تمام. طيب هي 12 دي انا لو حبيت اعرف الفاكتورز بتاعتها ايه عشان اعرف انا لو عايز اعمل ريكتانجل. الريكتانجل كان عندي بيبقى فيه لينس ويدث. احنا فاكرين الريكتانجل بيبقى لينس كده وده اسمه ويدث صح كده، ده خدناه كتير قبل كده. طيب انا عايز اعرف بقى كام اللينس وكام الويدث عشان الاريا. هو بيقول لي الاريا هنا بتيكوال 12. طيب انا ممكن انا عارف ان الاريا بتاعت الريكتانجل بتيكوال اللينس تايمز الويدث. يعني انا لو عايز اجيب الاريا دي لازم ابقى عارف اللينس والويدث. طب انا مش عارفهم، هو بيقول لي بس ان الاريا بتيكوال كام؟ 12. طب هي 12 دي الفاكتورز بتاعتها اخدناها قبل كده. الفاكتورز بتاعت ال 12 هي مين؟ هي ال 1 تايمز 12 وال 2 تايمز 6 وال 3 تايمز 4. يعني اقدر اعمل 1 تايمز 12 ممكن اعمل 2 تايمز 6
ممكن اعمل 3 تايمز 5. تعال نشوفهم كده. ادي اول واحد اللي هو ال1 تايمز 12 اللي هو الاخضر ده اللي هو الجرين، وبعد كده ال2 تايمز 6 ده اللي هو ده 2 تايمز 6، وال3 تايمز 4 اللي هو الريكتانجل ده. تمام. 1 تايمز 12 اهي ال1 اهي ده الويدث، واللينس كده يبقى كام؟ 12. تمام. وطبعا بقفله خالص. وال2 تايمز 6 اللي هو ال2 ده 2 تايمز 6. تمام. بكمله. واخر واحد اللي هو 3 تايمز 4 ادي ده 3 وكده 4، يبقى 3 تايمز 4 بيكوال 12. تمام. يبقى انا كده عملت 3 ريكتانجلز كلهم الاريا بتاعتهم كام؟ 12. تمام. هنا بيقول لي find the area of the following rectangles. مديني ريكتانجلز تانيين وبيقول لي عايز الاريا بتاعتهم. طيب هو الاريا هنا في نمبر ايه مثلا؟ تمام. اللينس هنا 3 1 over 2 يونتس، والويدث 2 و 2 over 5 يونتس. طيب لو انا عايز اجيب الاريا احسبها ازاي؟ الاريا هنا بتيكوال اللينس تايمز الويدث. طيب يعني اقدر اقول 3 و1 over 2 تايمز 2 و 2 over 5. تعال نشوف كده. ادي الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدث 3 1 over 2 تايمز 2 و 2 over 5. طيب لو نفتكر الفراكشنز كنا بنحلهم ازاي؟ تايمز بتاعهم كنا بنحولهم هما الاثنين امبروبر، يعني دي ميكسد ودي ميكسد، هنحولها دي امبروبر ودي امبروبر، وبعد كده نعمل سمبليفاي. طيب تعال نشوف كده. ال 3 وال 1 اوفر 2 3 تايمز 2، طبعا احنا فاكرين ازاي بنحول من الميكسد للامبروبر. بناخد ال 3 تايمز 2 equal 6 بلس 1 equal 7، يبقى 7 اوفر 2 تايمز 2 تايمز 5 equal 10 بلس 2 equal 12 اوفر 5، يبقى 7 اوفر 2 تايمز 12 اوفر 5. طيب دول بقى نعملهم ازاي سمبليفاي مع بعض؟ هنلاقي ان 2 و 12 دول اقدر اعمل هما الاثنين دايفيد على 2، يبقى 2 دايفيد على 2 equal 1 و 12 دايفيد على 2 equal 6، يبقى 7 تايمز 6 equal 42 over 5. 42 over 5 اقدر احولها لميكسد. 42 divided على 5 equal 8. ال 8 هو النمبر وال 5 denominator، يبقى 8 times 5 equal 40. باقي كام عشان اوصل لل 42؟ باقي 2، يبقى 2 over 5، يبقى 8 و 2 over 5 square units. نمبر بي برضه نفس الحكايه، هنقول ان الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدث، يبقى ناخد 3 times 4 تايمز مع مين؟ مع ال 1 over 3. 3 over 4 تايمز 1 over 3 ده بيكوال، طبعا هنلاقي ان ال 3 دي وال 3 دي ينفع نشيلهم مع بعض، يبقى باقي لي كام؟ 1 over 4. طبعا دي بالمتر، هنا بالمتر وهنا بالمتر، يبقى متر سكوير او متر وفيها 2 كده صغيره بنقول عليها متر سكوير. نمبر سي هنا 3 كيلومتر، وهنا 2 and 1 over 3 كيلومتر، برضو نعملهم تايمز في بعض، وهنحول ال 2 و 1 over 3 دي ميكسد هنحولها لايه؟ هنحولها لامبروبر. طيب تعال نشوفها كده. الاريا بتيكوال لينس تايمز الويدث 3 تايمز 2 1 over 3. 3 تايمز هناخد بقى 2 تايمز 3 ايكوال 6 بلس 1 ايكوال 7 over 3، يبقى هنشيل ال 3 دي مع 3 دي، يبقى اديني كام؟ 7 كيلومتر سكوير. سهله. هنا بيقول لي احمد has a garden of length 8 meter and width 2 over 3 meter. يعني احمد عنده garden حديقه of length، اللينس بتاعها 8 متر and الويدث بتاعها 2 over 3 متر. what is the area of احمد the garden؟ يعني عايز احسب الاريا بتاعته. هنا هعمل ايه بقى؟ هقول ان الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدث او ال تايمز الدبليو. اللينس هو مديهوني هنا ب 8، اللينس هو هنا مديهوني ب 8، والويدث هنا مديهولي 2 over 3، يبقى نعملهم تايمز في بعض ونعمل سمبليفاي. تعال نشوف كده. الاريا بتيكوال لينس تايمز الويدث 8 تايمز 2 over 3. طبعا هنا مفيش سمبليفاي، فهنعمل 8 تايمز 2 equal 16 over 3. 16 over 3 هنعمل 16 دايفيد على 3 equal 5، يبقى 5 تايمز 3 equal 15 بلس 1 equal 16 over 3 متر سكوير. هنا بقى شوية أسئلة كده سهلين خالص هناخدهم بسرعة. هنا بيقول لي count the unit tiles to determine the area of each rectangle. يعني تعال نحسب هنا الاريا بتاعت الريكتانجل ده. طبعا هنحسب اللينس ونحسب الويدث ونعملهم تايمز في بعض. هنا تعال نشوف اللينس ده كده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى دول 7 تايمز كام؟
1 2 3 4 5. 7 times 5 equal 35. يبقى نكتب كده هنا 35. B هنا تعال نشوفهم، هنحسب ايه برضو اللينس والويدث. 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى 8 times 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى 8 times 8 equal 64. وهنا تعال نشوف ده 1 2 3 4 5. 5 times هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 يبقى 5 times 9. 5 times 9 equal 45. طبعا ممكن اعدهم مفيش اي مشكله، بس طبعا هاخد وقت اكبر. تمام. هنا بيقول لي draw a rectangle with a length of 8 units and width of 5 units, then find its area. يعني هنا عايزني ارسم rectangle اللينس بتاعه 8 والويدث بتاعه 5. طيب تعال نشوف هنا كده اقدر اعمل ازاي ال 8 ده. 1 2 3 4 5 6 7 8. بقدر لغايه هنا 8. طبعا مش مظبوطه قوي، انت طبعا بالقلم هتظبطها اكتر. بعد كده هناخد الويدث كان هنا يكون 5. تعال نمشي عليها 1 2 3 4 5 لغايه هنا. يبقى نقفلها كده 8 تايمز كام؟ تايمز ال 5. تمام. طيب وعايز الاريا بتاعته. طبعا الاريا هنا اقدر اقول ان الاريا بتيكوال اللينس تايمز الويدث، يبقى بتيكوال ال 8 تايمز ال 5. دي بتيكوال كام؟ بتيكوال 40. 40 سكوير يونتس. ماشي. choose the correct answer. بيقول لي نمبر 1 the area of the opposite rectangle بتيكوال كام؟ تعال نشوف هنا الاريا نقدر نحسبها ازاي. 1 2 3 4. يبقى 4 تايمز كام؟ تايمز 1 2 3 4 5 6. يبقى 4 تايمز 6 ايكوال 24 اهو. يبقى ده 24 الاريا بتاعته. نمبر 2 بيقول لي the area of the rectangle of length 2 over 3 cm and width 1 over 4 cm is كام سنتيمتر سكوير؟ تعال نشوفها كده. هنا لو 2 over 3 تايمز 1 over 4 مع بعض اعملهم تايمز، هلاقي ان ال 2 وال 4 دول اقدر اعملهم سمبليفاي مع بعض. يعني ال 2 وال 4 هما الاثنين موجودين في تيبل 2. يبقى هنا لو عملت تفاضل على ال 2 هنا فيها ال 1 وهنا ال 4 هنا فيها ال 2. يبقى 1 over 2. يبقى لو جينا نحسبها كده هنلاقيها 1 times 1 equal 1 و 3 times 2 equal 6. يبقى يديني 1 over 6 سنتيمتر سكوير. تمام. يعني عملتهم تايمز في بعض وبعد كده عملت سمبليفاي. نمبر 3 بيقول لي the area of the rectangle of dimensions 7 and 1 over 2 meter and 2 and 1 over 5 meter is نقط متر سكوير. طيب تعال نشوف هنا الاريا بتاعت الريكتانجل. اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخد ده واخد ده واعملهم تايمز في بعض. لازم هما الاثنين احولهم امبروبر. عشان نعملهم تايمز في بعض لازم نعملهم هما الاثنين امبروبر. يعني 7 1 over 2 تايمز مع 2 1 over 5 نحول كل واحده للامبروبر بتاعها. تمام. طيب لو حولنا 7 1 over 2 هنلاقي ايه؟ هنلاقي 7 تايمز 2 ايكوال 14 بلس 1 ايكوال 15 over 2. 15 over 2. تعالى نكتبها هنا فوق كده 15 over 2 تايمز. تعال نشوف اللي بعدها. ال 2 تايمز ال 5 بتيكوال 10 بلس 1 ايكوال 11. 11 over كام؟ 11 over 5. طيب دي لو هنعملها كده لو هنعملها سمبليفاي هنلاقي ان ال 5 وال 15 هما الاثنين موجودين في تيبل 5. يبقى ال 5 هنا ديفايد على 5 ايكوال 1 وال 15 يبقى فيها كام؟ فيها 3. يبقى اخد ال 3 تايمز ال 11 بتيكوال 33 ديفايدد على مين؟ على ال 2. طبعا لو بصيت هنا في الاجابات بتاعتي مش هلاقي 33 اوفر 2، بس هلاقي مين؟ هو هنا مفيش اي دينومينيتور اصلا في 2 خالص غير مين؟ غير الدي. طب تعالى كده يعني نحولها لامبروبر ونشوفها. ال 16 لو عملتها 16 1 اوفر 2 لو عملتها امبروبر 16 تايمز 2 ايكوال 32 بلس 1 ايكوال 33 اوفر 2. يبقى هي هتديني نفس الاجابه. يبقى 16 و1 اوفر 2 هي الاجابه بتاعتي. تمام. هنا بيقول لي the area of the rectangle. هنا بقى عايزني اختار مين اكبر من مين، يعني مين greater ومين less. تعال نشوف. هنا بيقول لي the area of the rectangle
the area of rectangle of dimensions 2/5 meter and 1/3 meter. دي الاريا بتاعته كام؟ طبعا هنا محتاجين نحسبها. وهنا بيقول لي the area of the rectangle اللينس بتاعه 3/8 والويدث 1/5. طبعا محتاجين نحسب كل واحده لوحدها. طيب تعال نشوف هنا الاريا، هنضرب الاثنين دول نعملهم تايمز في بعض، يبقى هنا مفيش اي سمبليفاي، يبقى هناخد ال1 تايمز 2 equal 2 و3 تايمز 5 equal 15، يبقى دي 2/15. وهنا ال 3 تايمز مع ال1 وال 8 تايمز مع ال 5، ال 3 تايمز مع ال1 equal 3 over ال 8 تايمز ال 5 equal 40. طيب تعال نشوف هنا كده ازاي نعرف التو نمبرز دول مين اكبر فيهم. كنا بناخد ال 3 تايمز مع ال 15 ونعملها نكتب النمبر بتاعها فوق ال 3 تايمز مع ال 15. لو قلت احسب ال 3 تايمز ال 5 equal 15، 5 كاري اب 1 هكتب النمبر فوقيها 5 كاري اب 1. 3 تايمز 1 equal 3 بلس 1 equal 4، يبقى 45. وال 2 تايمز ال 40 هنا، ال 2 تايمز ال 40 طبعا ال 2 تايمز 0 equal 0 وال 2 تايمز ال 4 equal 8، يبقى هنا ال 80 اكبر. يبقى انا كده ايه الاريا ناحيه ايه الشمال هي الاكبر، اللي هي ال 80 اكبر هنا من ال 45. تمام، يبقى انا اختار مين؟ اختار الاكبر دي كده، يبقى انا اختار الاجابه دي بقى. تمام تمام. لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنى اسئلتكم لو في اي مشاكل او في اي حاجه مش مفهومه. يا ريت تشتركوا معنا على قناتنا على اليوتيوب وعلى التليجرام والواتساب، وهستنى اسئلتكم عليهم. ولو في اي حاجه في الكومنتات مفيش اي مشكله. يلا باي باي.